السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى عندي في قناة وصفات مطبخ سلمى. اليوم جبت لكم براليني الكاوكاو أو الفول السوداني. إذا كان عجبكم محتوى القناة تاعي لا تنسوا فقط الضغط على زر الإعجاب وتشغيل الجرس ليصلكم كل جديد. عندي 250 سكر حرش، عندي 250 فول سوداني أو كاوكاو كما نقولوا حنايا، عندي 150 غرام من الماء. نجيبو كاسرونة أو مقلة نرمي فيها السكر والماء، نديهم مباشرة فوق النار اللي تكون قوية في الأول. نبداو نحركو في الخليط ديالنا حتى من يذوب كامل السكر وبدا يتقال، يدير لنا هاد الفقاعات اللي راكم تشوفوا فيهم. لهنا نريحو مع الكاوكاو ديالنا ونقعدو نخلطو فيه حتى من يتحجر الخليط تاعنا كامل هكذا كيما راكم تشوفوا، ويعاود يذوب ويتكاراميليزا. شتو لهنا كش كاراميليزا. نجيب هنايا سنيوه كبيره تكون ممسوحه بالزيت ونفرشو كامل فيها، نخليوه حتى من يبرد. نجيب الربو تاعي نبدا نخلط فيه كما راكم تشوفوا، نحرك نرحيه بيان حتى من يتعجن ويطلق زيتو. اللي عندها الربو تاعها شويه عيار تقدر تضيف ملعقه في الكميه هذه، نعطيتها لكم ملعقه كبيره من الزيت لا اكثر. نريحو نخلطوه فيه حتى من هو قلت لكم يطلق زيتو. دوك تشوفوا، وكل مره نحلوه وندورو كامل على الاطراف كي يلصقونا، ونعاودو نحوهم نسعفوا برك الربو ديالكم. يديلكم حوالي هكذاك حتى 8 دقائق 10 دقائق باش يتنرحى كامل ويولي ليكيد كيما تشوفوه، يولي عنده قوام نوعا ما كريمي. هاوليك القوام اللي تحصلت عليه. ندوك نزيد له شويه باسكو لهنا مازال واش روحو. قلت لكم هدايا درته لكم بمناسبه العيد باسكو تحقون باش تحشيو به لي صابلي تاعكم من الكيكه. تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه، لازم تلحقوا لهذا القوام سهل وبسيط. خرجت لي الكميه هذه حوالي 400 غرام من البرانيني، كميه كبيره، والبنه ما نحكي لكمش. لحقنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفه. نقول لكم بقوا على خير وتهلاو في روحتكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.